اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي نوجد معكم دي كاتو بالبخاليني وكذلك بالفيوتين والشوكولا. ما عليكم الا تبقاو معنا وغادي تشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. وكنطلب منكم ديما ما تبخلوش علينا بجيم بارطاج والاشتراك بالنسبه للناس اللي اول مره كيشرفونا. اذا على بركه الله ندوزو ونشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. اذا بسم الله غادي نخدم معكم وفي نفس الوقت غادي نديروا لي زانغريديون ديال هاد التورته هادي. هنا كي شفتوا لا جينواز ديجا وجدتها معكم في الحلقه اللي فات ونخلي لكم الرابط ديالها غتشوفوه هنايا. طريقه بسيطه وقطعتها على 3 قطع. هنا الجينواز ديال 6 بيضات. غادي ندوزو بطبيعه الحال غادي نكونوا وجدنا السيرو اللي هو الفاني عفوا نسبة الفاني مع 50 غرام من السكر 100 مليلتر من الماء. غادي نكونوا طيبناهم وخليناهم يبردوا تماما. الحاجة اللي غنوجدو هنايا بطبيعة الحال الشوكولا. هنايا 160 غرام من الشوكولا مع 50 غرام من البراليني و 50 غرام من الفيوتين. أول حاجة غادي نحاولوا ندوبوا الشوكولا. وقتاش كيدوب الشوكولا غادي نحاولوا أننا نبيبيو هاد لا جينواز. بطبيعه الحال الشوكولا استعملت هنايا شوكولا 60% ديال الكاكاو. تقدروا ديروا اللي بغيتو نتوما. انا كيعجبني الطعم ديالو كيجي يعني الطعم شنو نقول لكم غني بالشوكولا. المهم غنحاول نبيبي هاد لا جينواز كتشوفوا وهذه عمليه ضروريه. من بعد ما انتهينا من لا جينواز غادي نجيو ناخذوا البراليني. نحاولوا نضربوه شويه حتى يتفلق على شكل هكا وغنضيفوا ليه مباشره الشوكولا. بسم الله. نحاولوا اننا نخدموا هاد المكونين. بسم الله. نخدموا بلا سباتيل ديالنا. هنا غنضيفوا الشوكولا في الوسط. نحاولوا نفرقوه كامل على لا جينواز. استعملوا بواحد سباتيل ندفعوا الجوانب. تسميح نسيت ما ضفت الفيوتين. غادي نحاول نلحق بهاد شويه الشوكولا اللي بقى ليا وغادي نضيفو مع الشوكولا. نتوما ضيفوا كل شيء الشوكولا والبخاليني في نفس الوقت معهم الفيوتين. من بعد ما تمزجوا بطبيعه الحال الشوكولا والبخاليني. من بعد نحاولوا اننا نفرقوه على هاد المكونات. من بعد غنبدا نضيفوه فوق من الشوكولا. اذا هنا من بعد ما اطاليت البخاليني والشوكولا والفيوتين كيف كتشوفوا غنخليهم على جنب حتى يشد الشكل ديالهم وغادي ندوزو نصوبوا لاموس ديالنا بطبيعه الحال. هنا بالنسبه لا كريم شونتيي غادي نستعمل 150 غرام من ماسكاربون. وغادي نستعمل هنايا 30 غرام من السكر الناعم يعني السكر كلاصي. وغادي نستعملوا 120 غرام من بودره الشونتيي. بطبيعه الحال غادي نستعملوا معها كذلك 300 مليلتر من الحليب البارد. وهذا لا شونتيي هذا شوفوا ديما العبار اللي كيعطيكم في الكيس شحال كتستعملوا معاه من كميه السائل. بطبيعه الحال غادي ناخذوا هنايا هذا السكر كلاصي هنايا نضيفوه على كي درت معكم في الحلقه اللي فاتت على هذا الماسكاربون. غنحاول نخدمو مزيان بلا سباتول على شكل هكا حتى يعطينا واحد لا بوماد اللي تكون متجانسه. اذا استعملتوا لا كريم العاديه يعني كريم فريش عاديه تستعملوا 300 مليلتر من كريم فريش عاديه. ولكن السكر هنايا غتستعملوا فيه 50 غرام ديال السكر مع كيس من الفانيلا كذلك. نحاول نخدم هذا الماسكاربون مزيان حتى ينسجم. وغنضيف عليه هاد الشونتيي البودره الشونتيي. بسم الله. نحاول نخدمها بلا سباتول حتى تنسجم باش ملي نخدم لا ماشين تجينا يعني ما تطيرش لنا في الجو كتشوفوا هنايا. وغنضيف عليها الحليب وغنديرها انها تطلع لينا بطبيعه الحال. هنا من بعد ما طلعت لا شونتيي غادي نجيو نضيفوا واحد الطبقه اللي تكون ماشي سميكه تكون شويه رقيقه. وغنطاليوها كاملها على هاد الشوكولا
بطبيعه الحال بعد ما خرجناه من الثلاجه. ما تحاولش تكون لاكوش رقيقه، فقط درنا هذه الحاله باش يبانوا لنا الطبقات في هذه التورته. شوفوا على هذا الشكل هكا. وغنجيب الطبقه الثانيه من لاجينواز، وهي اللي قطعنا. ديما لاجينواز كنحاولوا نجيبوا هذيك اللي قطعنا، كنحاولوا نجيبوها هي اللي كدار في الوسط، يعني ديك اللي فيها قطع صغيره هذا الشكل هكا. حاولوا نسدوا هاد الشيت هنايا. بهذا الشكل. وغادي نجيو نضيفو بطبيعه الحال السيرو. بالنسبه لللاموس خدينا هنايا 100 غرام من الشوكولا، غنضيفو عليها 90 مليلتر من الكريم فريش اللي سخنا بهذا الشكل هكا. وغادي نخليوها لواحد 2-3 دقائق حتى تذوب هاد الشوكولا. ما نحركوهاش باش تعطينا واحد لابغيونس تكون مزيانه. ديما الكراش ما خصنا نحركوه حتى يذوب الشوكولا. اذا هنا من بعد ما ذاب الشوكولا كي كتشوفوا غنحاولوا اننا نمزجوا هاد المكونين. كتشوفوا كتعطي واحد الكناش كثير رائعه. اذا نحاولوا نخدموا هاد الشوكولا تقريبا دقيقه غير باش يطيح ليه الحراره ديالو. هنا غادي نجيو نضيفوا كميه صغيره من لاشونتيي باش تطيح الحراره كذلك، وغادي نرجعوه مع باقي الشونتيي اللي وجدنا. هنا غنضيفوه لهاد الشونتيي كامله. بسم الله. هنا نحاولوا نخدموا بهذه الطريقه بشويه باش يتمزج كل هاد الشوكولا. غنحاولوا نضيفوا لها هاد اللاموس هادي. بسم الله. نحاولوا نطلقوها كامله، وغنجيو نحطوا الطبقه الاخيره من لاجينواز. غنضيفوا لها القليل من السيرو، فقط القليل، ونضيفوا لاموس كذلك من الفوق. هنا نحاولوا نطلقوا هاد اللاموس كاملها. تعطينا واحد لاكوش رقيقه نسدو بها كاع هاد الجوانب بهذا الشكل هكا. وغادي ندخلها انها تبات في المجمد او على الاقل 6 ساعات قبل ما نديروا لها التزيين الاخير بطبيعه الحال. بسم الله. هنا من بعد ما حيدنا التورته من القالب كما وريتكم من قبل، يا اما انكم كديروا شالبوا الجوانب، او انكم تستعملوا السكين، او انكم تستعملوا البلاستيك اللي كيكون محيط بالتورته بينها وبين القالب. هنا عندكم الاختيار انكم تقطعوها كما بغيتوا مباشره من بعد ما تخرجوها من المجمد. تقطعوها على شكل مربعات، على شكل مستطيل، كما حبيتوا نتوما، او حتى نصف مربع او دائره. مهم لكم كامل الاختيار. نحاول نقطعها اولا على الارض كتشوفوا. نوريكم الشكل ديالها وهي مجمده. غادي نحتفظ بواحد الطرف في المجمد وغنخدم معكم الطرف الثاني. دائما السكين حاولوا مسحوه بعد اي استعمال استعملتوه. هاد السكين مسحوه بطبيعه الحال باش ما يخسرش لكم التورته ديالكم. نحاول نقطعها على الشكل هكا. خذوا القياس حسب القالب اللي عندكم او الورق اللي غادي تحطوا فوق منه. الا عندكم فوتوشوب غيكون احسن. للاسف انا ما عنديش، عندي هذا الصغير. نحاول نستعمل هذا. اذا هنا بعد ما قطعتهم غندخلهم مره ثانيه للمجمد من بعد نوجدوا لاصوص ديالنا. بسم الله. هنا لاصوص غادي نوجدوها بطبيعه الحال بالشوكولا، لوز مهرمش، وزيت المائده. هنا كاين واحد الخاصيه كما كنقول لكم دائما الباتيسري خصنا نحترموا العبار، لان ستين ابوغاتوار كنقول ديما. لذلك غادي نمشيو ديما بهذه الخاصيه حسب الشوكولا اللي عندكم. يعني عندكم مثلا 200 غرام ديال الشوكولا غتستعملوا مع 50 غرام ديال اللوز المكسر و50 غرام نتاع زيت المائده. يعني كميه الشوكولا ربع ديالها لوز، ربع ديالها زيت. هذه هي الطريقه باش تعطيكم واحد صوص شوكولا بلي زاموند كتكون يعني خفيفه، ويعني حتى لا تيكستور ديالها كتجيب واحد اللمعان وما يعني كنقولوا ما طيحش لكم.
هنا بطبيعه الحال غنحاول ندوبوا هاد الشوكولا هذا في حمام مريم. دائما حمام مريم نحاول نخليو الشوكولا ما يكونش كيمس لينا الماء، ومباشره من بعد ما نحيدوه من هذا الحمام مريم ملي يذوب لنا الشوكولا غنحاولوا نخدموه واحد شويه حتى يبرد، عاد نرجعوه مره ثانيه لحمام مريم. علاش؟ باش ما يكملش طياب هاد الشوكولا ويتحرق لينا. وهذه عمليه مهمه كما كنشوفوا في بعض البرامج ديال الباتيسري كيذوبوا هاد الشوكولا وكيكبوه على الرخام وكيبداو يخدموه عاد كيردوه للرامكان فاش كنخدموا او لو بول فاش كانوا خدامين، عاد كيديروا اشنو بغاو به. الا جاو مباشره ما كيصدق ليهمش، وهاد العمليه انهم كيطيحوا درجه هاد الشوكولا. اذا غنحاول ندوب هاد الشوكولا وغادي نتلاقى معكم مره ثانيه. غادي نجيو هنايا وغنضيفوا لها الزيت، ما نحاولوش نضيفوا الزيت من اول ثانيه، خليو حتى تذوب الشوكولا وغنضيفوا لها الزيت. بسم الله. هنايا استعملت 400 غرام من الشوكولا مع 100 غرام من زيت المائده و100 غرام من اللوز كذلك. غادي نحاول نخدم هذا الزيت هذا حتى ينسجم مع الشوكولا. بما تبرد واحد شويه الشوكولا وغادي نعاود نرجعها للبان ماري يعني الحمام مريم. وهذه العمليه ضروريه جدا باش تعطينا واحد الشوكولا اللي غتكون يعني بحال ليس، يعني كتكون منسجمه مع الزيت وكتبان لينا واحد اللمعان ديالها اللي قوي جدا كي كتشوفوا هنايا. وحتى لا احتفظتوا بها من بعد الثلاجه ما غتجيش تصبح لكم يعني بحال شوكولا يعني بهت اللون ديالها، ما بقاش داك اللون ديال الشوكولا الغامق. اذا هنا غادي نحاول نضيف اللوز. بسم الله. ونحاول نمزجو مزيان حتى يصبح منسجم. اذا هنا كتشوفوا هذا الشيء اللي بغينا نحصلوا عليه من بين اللوز والشوكولا. غادي نخليو هاد الشوكولا هذه او هاد الصلصه هذه ترتاح تقريبا واحد 4 دقائق في المطبخ، يعني درجه حراره المطبخ، بما اننا نوجدوا لا ميزون بلاص باش غادي نخدموا. الحاجه غنقول لكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذيك الشبكه اللي كنحاولوا نحطوا عليهم اي حاجه بين نكبوا عليها لاصوص، نقدروا نجيبوا حاجه تكون مرتفعه مثلا بحال هاد لا بياس هذه ونحطها في واحد الاناء باش ملي نجي نحطوا فوق منها الحلوى ونكبوا هذاك الشوكولا كلها توقع لينا في هذا الصحن هذا ونعاودوا نرجعوها بطبيعه الحال. اللي غنقول لكم مره ثانيه حذاري ان يكون ولو قطره ماء في هذا الصحن او هاد لا بياس هذه اللي غنخدموا بها. اذا غندوزو ونجبدوا الحلوى ديالنا، يعني نحاولوا نجيبوا بياس بياس من الكونجيلاتور. وقت ما خدمنا نعاودوا نردوها ثاني كذلك للكونجيلاتور كي غادي نشوفوا. اذا نحاولوا نحطوها مرتفعه بهذا الشكل هكا كتشوفوا، وغادي نجيو وغنضيفوا الشوكولا بطبيعه الحال. وكنقولها ديما هاد الحلوى خاصها تكون مجمده، يعني مباشره نخرجوها من المجمد باش هاد الشوكولا ما يذوبهاش لينا. وبطبيعه الحال ما خصناش نخليو الشوكولا تكون سخونه بزاف، ضروري نخليوها ترتاح واحد شويه وتطيح من درجه الحراره ديالها بطبيعه الحال. بسم الله. نستعنوا بواحد لادوش او واحد يعني المغرفه ولا معلقه اللي عندكم. حاولوا كبوا الشوكولا بهذا الشكل هكا كتشوفوا. نمشيو للجوانب، اي حاجه ضاعت هنا راه غادي نحاولوا كي قلت اننا نريكيبيروها. كتعطي واحد الشكل كثير رائع. اذا هنا كتشوفوا الشكل ديالها كي كيبان. غادي نحاول انني نردها للمجمد ونخرجوا الثانيه. وهاد الشوكولا هذه اللي عندنا قبل ما نحطوا في هذا الصحن هذا نحطوا فيه لابياس الجديده، غنرجعوا هاد الشوكولا للصحن او لهاد لو بول فاش كنا خدامين. كتشوفوا الشكل ديالها كيجي رائع بمعنى الكلمه. اذا نحاول نحطها وغادي نتلاقى معكم مره اخرى. واهم شيء هنا كذلك قبل ما نحيدوها من هذا الصحن هذا خصنا نخلوها تسكر ما امكن، وباش ما هي كتعطل واحد شويه كتشوفوا بانها راه كتجمد في الجوانب. الا بان لكم شي مكان ما وصلتوش الشوكولا نضيفوها، ما كاين حتى شي مشكل. نستعملوا الملعقه في هذه المرحله هذه. وكتشوفوا يعني الطريقه سهله رغم ان فيها شويه ديال الخدمه، لكن من بعد النتيجه غادي تجي رائعه، والذوق غادي يجي كذلك شهي بمعنى الكلمه. اذا غادي نبقى على الشكل هكا حتى ندوز كل هاد الحلوى وغنتلاقى معكم في الشكل النهائي ونقطعوا هاد الحلوى ونشوفوها كذلك. اذا بعد جميع المراحل اللي شفنا مع بعضنا صبحت الكاطو او صباح الكاطو ديالنا واجد. بطبيعه الحال خليته في المجمد
حتى شد الشكل ديالو. وكي قلت لكم انكم تقدروا تحتفظوا به لمده طويله، وقت ما بغيتو تجيبوا وتوجدوا صلصه الشوكولا باللوز وتصاوبوا بالطريقه اللي صاوبنا مع بعضنا. هنا كتشوفوا الشكل ديالو، عطانا تقريبا واحد هنايا 8 ديال الحبات. باقي زوج خليتهم في المجمد لان صح ان هنا كتشوفوا صغير. كذلك التورته بقات لينا، يعني وصفه اقتصاديه وغتوجدوا منها العديد ديال لي كاطو. غادي نحاولوا نقطعوا وحده ونشوفوا الشكل ديالها من الوسط كيفاش جات. بسم الله بسم الله. يعني كتجي رطبه بمعنى الكلمه. بسم الله. كتشوفوا الشكل ديالها، يعني طبقات. كاين هنا كيبان لكم هنا الفويتي اللي وجدنا مع البراليني، لا موس الشوكولانيه، لا جينواز. يعني كتجي كثير شهيه ورائعه في نفس الوقت. اذا كانت هذه هي وصفه ديال اليوم. نتمنى من الله انكم ما تبخلوش علينا بجيم، بارطاج والاشتراك، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.